بعلمك شلون تسوي مضاد حيوي في بيتك. ادري والله مع انتشار الفيروس الجديد والكحة ونشلة وخشمك يصب وتعاطس، هذا المضاد واحدة بواحدة. اول شيء راح تجيب فنجان قهوة لان الجرعات صغيرة بس مركزة. تجيب ملعقة واحدة صغيرة من الهردة او الطحينية تحطها داخل الفنجان. تالي تقصص فص ثوم واحد الى قطع صغيره جدا نتف وتحطهم داخل الفنجان. وابشرك ترى ما راح تحس بريحه الثوم نهائيا وعن تجربه. تجيب ملعقه عسل صغيره وتحطها داخل الفنجان. لما اقول ملعقه صغيره اقصد فيها ملعقه الشاي الصغيره كلش. تجيب ملعقه صغيره من حبه البركه او الحبه السوداء داخل الفنجان. تجيب زنجبيل فريش، ضروري فريش، كل شغلنا هني فريش. تقصصه الى قطع صغيره تقريبا بنفس كميه فص الثوم وتحطها داخل الفنجان. تخلط هذه المكونات عدل بالفنجان وتبلعها بلعه او تشربها شرب كيفك بالطريقه اللي تشوفها مناسبه. بس ضروري بعدها تشرب كوب ماء يا فاتر يا حار، يعني تشربه كأنه شاي كذي، او فاتر تزقه زق تشربه مره واحده. الماء يساعد في انتشار المكونات كلها داخل جسمك ويخلي عمل هذا المضاد الحيوي اللي سويناه مع بعض سريع داخل الجسم. كذي عرفت شلون تسوي مضاد حيوي طبيعي بمكونات طبيعيه يفيد جسمك. ولا تقول لي عن الطعم، انا ابيك تبلعه بلع، ما ابيك تحس بالطعم، ابيك تشربه كأنه دواء، بس كفايده راح تشكرني عليه وبس والله.